قلتليش عملت ايه بقى مع سندس؟ عادي زي ما احنا بس. ايوه بس ايه؟ احكي. هقول لك. بص يا سيدي، امبارح كنا مع بعض فكرتيني صحيح. ايه اللي كان مخليكي مشغولة امبارح طول اليوم؟ ابدا، خلصت تدريب في الجريدة وبعد كده كان عندي اجتماع علشان تنظيم الوقفة الاحتجاجية عشان الصحفي اللي اتسجن. يا دي ام الوقفات الاحتجاجية اللي مودية البلد في داهية. سنين هو مش امبارح الرئيس اصدر قرار بمنع حبس الصحفيين وكمان افرجوا عن الصحفي اللي اتحبس، يبقى ايه لازمتها بقى الوقفات الاحتجاجية؟ ولا انا كلامي غلط؟ ماشي، كلامك صح، بس احنا لازم نعمل كده عشان ده ما يحصلش مع حد تاني لمجرد انه يعبر عن رأيه في مقال. ما يحصلش مع حد تاني ايه بس؟ ما هو القرار طلع بمعنى حبس الصحفيين، يبقى ازاي يحصل كده مع حد تاني؟ بصي، انا مش مقتنع بطريقه تفكيرك. طب والنعمة البنت دي تقول كلام زي الفل، بس برضه ايه المشكلة؟ ما انا جايلك في الكلام اهو. المهم رامي يلا بينا من هنا. تعالي بس، في ايه؟ تعالى بس افهمك. سندس هنا من ورانا في النادي؟ لا لا لا، اكيد في حاجه غلط. رامي انا ماشي. باشا فين؟ ما لسه بدري، وبعدين ما عرفتنيش. هو ده الامور اللي مش معبرين عشانه؟ الله 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 الله، في ايه يا عم الحاج؟ سايبك عمال تهرتل بالكلام من اول ما جيت، ما تتعدل بدل ما اعدلك. مين ده؟ انت بقى فاكرني عارف الشويتين اللي انت عملتهم دول؟ ها؟ طيب بص بقى، نعرف ان من الادب، الادب ده لو انت تعرفه ان اللي بيحصل ده عيب وفي بنت موجوده. يا ريت ما تخلع بقميصه وكنضارتها تدوي عشان وقفتك هنا ملهاش اي لازمه خالص. ماشي، انا همشي، بس وحياة الاموره دي هفرمك تحت رجلي. سلام. بس كده يا سيدي. تمام. طب وناوي تعمل ايه بقى مع الواد ده؟ مش عارف. وليد باشا شرف. يا عم الفلول عامل ايه؟ فلول؟ طب ليه كده يا عم اخوان انت على الصبح؟ مش هتبطل تقول له فلول وانت هتقول له اخوان، ده انا كرهت السياسه بسبب كده. وانا مالي يا عم، ما تقول له هو. مين اللي بيتصل؟ مش عارف، هطلع ابص هو بنتي. الو. بص يا حبيبي، بالنسبه لموضوع سندس ده مالكش دعوه بيها خالص، تاخد بعضك كده وتخلع من الموضوع، ولا تخليني اعمل معاك حاجات مش هتعجبك. تاخد لك عضويه عندنا في الحزب وتبطل افكارك الفلوليه دي. فلولية؟ طب بص بقى يا صديقي، انا لو الحزب بتاعك دوت اعطاني كل الامتيازات اللي انا احتاجها في حياتي برضه مش هنضم للحزب. ثانيا بقى يا وليد وده الاهم، انت ازاي دلوقتي عايزني اخش الحزب ده؟ مع ان انا باني شايفك من ساعه ما دخلت الحزب ده انت اتغيرت، واي كلام بتقوله الجماعه اللي انت منتمي ليها دي بتصدق عليه وبتقول عليه امين، ولا كانه قران، ولا بتقبل اي حد يناقشك في الكلام ده، حتى انا كمان. هي دي بقى الحريه في رايك؟ ايوه طبعا، انت عايزنا نسيب افكار شويه فلول زي حضرتك تسيطر على المجتمع؟ اولا يا وليد انا مش فلول. ثانيا بقى انا نسيت الثوره ديت ومشارك فيها زيك ويمكن اكتر منك كمان. انا معاك ان النظام السابق دوت بوظ عقول ناس كتير وحطمها، بس احنا عملنا الثوره دي ليه؟ عشان نوعي الناس، واللي واجب علينا ان احنا نعمل الصح ونخلي الناس دلوقتي تحكم، ومش اي حد بقى يعارض الكلام دوت ويقول على الكلام ده غلط يبقى فلول، ولا ايه؟ بص بقى، انت كلامك كله غلط طبعا، انت اللي زيك عمرهم ما يفكروا طول ما انت لاغي دماغك وماسك في شويه الافكار دي. لا بقى يا وليد، مش كل ما اجي اتكلم معاك في حاجه تقعد تتكلم معايا بالطريقه دي. انت ايه يا عم، في ايه؟ ماشي. اقسم بالله لو قربت من سندس ما هيحصل لك طيب. هنشوف. ايوه فهمت. اسمعيني كويس وركزي قوي في الكلام اللي هقوله ده. بكره الساعه 8 تقابليني في البورصه التهريب، ولو ما جيتيش هعمل لك فضيحه في الجريده بتاعتك. سلام. ايوه لا، بقول لك تعالى لي عند صاله البريدج دلوقتي ضروري. لا مفيش، لما تيجي هتعرف. طيب تمام. سلام. يا صديقي على الصبح. ايه يا صديقي؟ جبنا على الصبح كده على ملوش ليه؟ خير. بص يا جلال، اتفضل. خلي مسدس ده معاك النهارده.
ايوه يا صديقي، بس انا لو مسكت السلاح ده هتبقى مصيبه بالنسبه لي. يا عم ولا مصيبه ولا حاجه، انت هتاخده معاك يوم بالليل عشان خاطر الحاجه يبان النهارده. هو ما يعرفش انه ماشي سلاح، تاخده معاك واطمن منك بكره. ماشي يا سيدي. بص، خد الرصاص ده خليه معاك. تمام. دول هيكملوا لك الخزنه. تمام. وعلى ميعادنا بكره، وهات المسدس معاك عشان ايه ما تقلقش. ماشي. لا قول لي صحيح، ايه اللي ماشي شغلان امبارح؟ يا عم سيبك منه، ده عيل دماغه فاضيه ومش مقتنع غير برايه بس. ايوه يعني اتكلمتوا في ايه؟ عادي الكلام اللي بنتكلم فيه على طول، وطلع عيل في الاخر ومشى. ازيك يا رامي؟ ايه يا ابو غيلان عامل ايه؟ فل. وايه اللي جاب الاخوانجي ده هنا؟ انت تاني واخوانجي تاني، ونرجع لنفس نقاشاتنا وترجع عيل في الاخر وتمشي؟ يا سلام. طب بص بقى يا وليد، لو هنتكلم بالاسلوب دوت والطريقه ديت يبقى انت مسكه وانا مسكه احسن. ماشي؟ ماشي خلاص كده احسن. تمام. ماشي يا وليد. سلام يا رامي. ليه يا ابني كده؟ هعمل له ايه؟ طب يا رامي انا هجيب حاجه من المجموعه ما تاخرش بس. اوكي. الله، وحبيبي الاموره هنا، انت كده جبت اخرك معايا هنا. تعالى لي بقى راجل لراجل. ما تحصلش. رامي انت كويس؟ انا كويس بس عايز منكم طلب انتوا الاتنين. ارجوكم كفايه اخوان، كفايه فلول، لان الالفاظ دي اللي عمرها ما كانت بينا هي السبب في ان احنا نخسر بعض، وفي اول مره خسرنا بعض زي ما انتوا شايفين كده. في اي لحظه ممكن اروح للي خلقني.